انت لو فضلت تعد الحاجات اللي مش موجودة عندك انت اللي هتتعب وهتفقد قيمة الحاجات اللي معاك. اشكر ربنا على اللي عندك، عشان اللي عندك ده حلم بالنسبة لناس تانية فضلت تدعي ليل ونهار علشان ربنا يديهولهم، لكن هو منعه عنهم لرحمته ولحكمته، لكن أخروا عليهم علشان يعلمهم حاجة. فهو دلوقتي عندك وصلك انت الأول، فليه ما تقدرش النعمة اللي موجودة معاك؟ ربنا بيحاوطنا بنعم كتير صغيرة وبسيطة، مش لازم أحس في الحاجات الكبيرة والإنجازات الخطيرة. أصلا إن أنت تعدي موقف صعب وتقف تاني على رجليك دي نعمة كبيرة جدا لازم تقدرها. الحاجات البسيطة والصغيرة اللي موجودة في حياتك لازم تحمد ربنا عليها، لأن أنت لو فضلت تعد الحاجات اللي مش موجودة عندك أنت اللي هتتعب وهتفقد قيمة الحاجات